مع كل ذكرى لتأسيس الجيش تقرع أمجاده السابقة ذاكرة الصوماليين الذين يرون ما آل إليه من ضعف وانهيار. وبعد 57 عاما من تأسيس الجيش الصومالي ها هو يحاول النهوض من كبوته بإمكانات متواضعة. أرادت الحكومة من احتفالات هذا العام التأكيد على التزامها بدعم هذا النهوض حتى يتمكن الجيش من تسلم أمن البلاد من القوات الإفريقية، كما أنها بعثت رسالة إلى حركة الشباب المجاهدين. نقول لقيادات حركة الشباب لن تستطيعوا هزيمة الحكومة لأنها تحظى بسند دولي، لكنكم تدمرون مستقبل هذا الوطن. عقد من الزمن لم تحققوا شيئا. نعرض عليكم السلام والتفاوض، فإن لم تقبلوا فسنصل إليكم حيثما كنتم. نحن أيها الإخوة سنعمل على الاعتناء بالجيش وتوفير كل احتياجاته، وندعو المواطنين إلى التخندق وراءه، وبإذن الله خلال 2 سنتخلص من عبء حركة الشباب. وزير الدفاع من جانبه شدد على أهمية دور الجيش في المرحلة المقبلة، سواء في توفير الأمن للمواطنين أو استرداد المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب. على الجيش القيام بواجبه المعتاد، وهو دحر العدو، وهو عدو من داخل الوطن. بوجوده لا يمكن لعجلة التنمية أن تتحرك لتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمواطنين. سنخوض معركة البناء ومساعدة شعبنا ومعركة مواجهة العدو معا. ويخوض الجيش حربا مفتوحة وغير تقليدية مع حركة الشباب، معتمدا أساسا على دعم بعثة الاتحاد الإفريقي، لكنه يعاني من ضعف في الإمكانات والتجهيزات العسكرية، وتسعى الحكومة لإعادة بنائه ليكون بديلا من القوات الأجنبية العاملة في البلاد. يعد بناء الجيش الصومالي مطلبا وطنيا ملحا لهذه المرحلة الراهنة، لكنه محفوف بعقبات أهمها حظر السلاح المفروض على الصومال ونقص التمويل الكافي لنهوض الجيش بواجباته الوطنية. جامع نور، الجزيرة، مقدشو.